كان في المدينة رجل من اليهود يدعى لبيد بن الأعصم، رجل امتلأ قلبه بالحسد والغل حين رأى الإسلام ينتشر في كل بيت، وحين رأى الناس يلتفون حول محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبة والإيمان، فدب الحقد في صدره وهمس إليه الشيطان: سحرة، أذقه ما يذوق الأنبياء من أعدائهم. فجمع لبيد شعرات من رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومشطا كان يستخدم له، ثم عقدها بعقد خبيثة ونفث فيها سحرا شديدا، ثم خباها داخل بئر قديمة تسمى بئر ذروان تحت حجر مظلم في قاعها. مرت الأيام وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بمرض غريب، كان يشعر كأنه يفعل الشيء ولا يفعله، يرى الشيء ولا يتحقق منه، ويتعب دون سبب ظاهر. وكان الصحابة يلاحظون تغير حاله لكنهم لم يعرفوا السبب، فقد كان الأمر سحرا خفيا سلط على خير البشر لولا أن الله أراد أن يبطل كيد الساحرين. وفي ليلة من الليالي وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، رأى في منامه رؤية عجيبة، رأى ملكين نازلين من السماء، أحدهما يقف عند رأسه والآخر عند قدميه. قال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: وبماذا؟ قال: بمشط ومشاطة من شعره. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان تحت حجر مظلم في قاعها. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وقد عرف الحقيقة بوحي من الله، فأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه جماعة من الصحابة ليستخرجوا ما في البئر. فلما وصلوا إلى البئر وجدوا ماءها كأنه نقاعة الحناء، أي أحمر من أثر السحر، ثم رفعوا الحجر الكبير وأخرجوا جف تمر قديما وفيه مشط وشعرات للنبي صلى الله عليه وسلم وعقد كثيرة قد نفث فيها. حينها أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم سورتين عظيمتين لتكونا حرزا وشفاء من كل شر، سورة الفلق وسورة الناس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وكلما قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت جميعها، فقام صلى الله عليه وسلم كأنما أطلق من قيد كان يثقله، وقد عادت إليه قوته ونوره وطمأنينته. وهنا قال الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بهذه السورة علمنا الله كيف نتحصن من شر كل شيطان خفي، ومن وساوس النفس والجن، ومن الحسد والسحر، ومن كل شر لا نراه. فهي ليست مجرد كلمات تتلى، بل درع إلهي يحفظ القلب والروح من كل وسواس خناس، وسلام من الله يطمئن قلب المؤمن كلما لجئ إليه.